السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الثامن. معادنا إن شاء الله مع الدرس الأول المجموعات. تعريف المجموعة هي تجمع من الأشياء المتميزة المحددة تحديدا تاما، ويطلق على هذه الأشياء عناصر. زي مثلا أما أقول لك مجموعة أرقام العدد 28. العناصر بتاع المجموعة دي يا أولاد التمانية والاتنين، دي كده مجموعة. بيقول لي حدد ما إذا كان كل مما لا يمثل المجموعة أم لا. بيقول لي مضاعفات العدد 9 الأصغر من 28. عايزين مضاعفات التسعة الأصغر من 28، يبقى التسعة 18 ال27. دي مجموعة؟ أيوة نعم دي مجموعة، لأن فيها إيه؟ داخلها عناصر ومحددة إيه؟ التسعة والتمنتاشر والسبعة وعشرين. طب أيام الأسبوع، ما إحنا عارفين أيام الأسبوع جمعة وسبت وحد واثنين تلاتة وأربعة وخميس، دي كده برضو مجموعة، حاجة محددة ومميزة، تبقى برضو مجموعة، ودي برضو مجموعة. طب الأزهار الجميلة، أنت هنا ما حددتش حاجة، هنا مفيش تحديد ولا في تمييز. إيه الأزهار الجميلة؟ ما الجميل بالنسبة لك ممكن يكون سيء بالنسبة لي. هنا مفيش تحديد، يعني لا تمثل مجموعة. لأن مفيش تحديد ولا تمييز. طب الأعداد الكلية، احنا عارفين ان هي الصفر والواحد الاتنين التلاتة اربعة الخمسة الستة الى ما لا ايه؟ الى ما لا نهاية. دي مجموعة؟ نعم مجموعة. بعد كده يا اولاد نيجي لايه؟ للمجموعة الخالية. المجموعة الخالية يا اولاد المجموعة اللي مفيش عناصر بداخلها، وبنرمز ليها بفاي او نرمز ليها بفاي او نعمل قوسين المجموعة ونسيبهم ايه؟ فاضيين. نرمز المجموعة الخالية بالاتنين دول. طيب ألف مجموعة الأشهر الميلادية التي تزيد عن 31 يوم. وفي أشهر ميلادية بتزيد عن 31 يوم؟ لا مفيش، تبقى دي مجموعة مفيهاش عناصر، تبقى دي مجموعة إيه؟ مجموعة خالية. طيب مجموعة أرقام العدد 220169. لو جيت أكتب عناصر المجموعة دي يا ولاد خلي بالك، لما تيجي تكتب عناصر المجموعة ما بتكررش عناصر. يعني أنا هكتب التسعة، الستة، الواحد، الصفر، الاتنين. والاتنين دي مش هينفع اكتبها لان انا ايه كتبتها، لان من شروط المجموعه ما فيهاش ترتيب عادي، لا تشترط الترتيب، وما فيهاش تكرار. طيب مجموعه المكعبات التي ليس لها رؤوس. هو في مكعبات، دي كده مجموعه ليست خاليه، دي كده مجموعه ايه؟ ليست خاليه. طيب دي مجموعه المكعبات التي ليس لها رؤوس. هو في مكعبات يا ولاد ما فيهاش رؤوس؟ لا طبعا ما فيش، دي مجموعه ايه؟ مجموعه خاليه. طيب هنكمل بوضع الرمز ينتمي او لا ينتمي. ده ينتمي وده ايه؟ لا ينتمي. امتى بنستخدم ينتمي؟ لو كان العنصر موجود في المجموعه يبقى ده كده ينتمي ليها، لو مش موجود يبقى ايه؟ بختار لا ينتمي. طب هنا النون، حرف النون ده العنصر ده هل موجود داخل المجموعه دي؟ لا مش موجود، يبقى استخدم ايه؟ لا ينتمي. طب حرف الراء هنا مجموعه احرف كلمه حريق، حرف الراء موجود يبقى ينتمي. طيب التمانية هل موجوده في المجموعه دي؟ موجوده اهي، يبقى تنتمي برضه. طيب السبعة، دي سبعة ودي المجموعة 77، يبقى السبعة لا تنتمي ليها. نيجي يا أولاد لطرق التعبير عن المجموعة. عندي الصفة المميزة اللفظية، اللي هنا بقول لي إيه؟ بقول لي إذا كانت س هي مجموعة العوامل الموجبة للعدد 6. عايزين نكتبها بالصفة المميزة اللفظية وذكر العناصر، والصفة المميزة رمزية. الصفة المميزة اللفظية هقول له إيه؟ هو بيقول لك عوامل العدد 6 الموجبة، أقول له س بتساوي إيه؟ عوامل العدد 6 الموجبة. دي الصفة اللفظية، عوامل العدد 6 الموجبة. طب وذكر العناصر هكتب بقى العناصر نفسها. ايه عوامل العدد 6 الموجبة؟ يعني الأعداد اللي تتضرب في بعضيها تديني 6. عندي 1 في 6 يبقى الواحد والستة، وعندي 2 في 3. نيجي يا أولاد للصفة المميزة الرمزية، هقول له س بتساوي ألف، حيث ألف ينتمي لإيه؟ ينتمي لط، الأعداد الكلية يعني. وألف عامل من عوامل العدد 6، دي الصفة الايه؟ المميزة. طيب عايزين نمثل العناصر دي مخطط فين؟ هشيل دول واحطهم ايه؟ في المخطط هنا، الواحد، الستة، الاتنين، التلاتة. نيجي بعد كده يا اولاد للمجموعة المنتهية والغير منتهية. امتى المجموعة تبقى منتهية؟
لو اقدر احصر العناصر بتاعتها اقدر اقول العناصر بتاعتها وعناصرها منتهيه. يعني مثلا بقول لك زي ما قلنا دلوقتي عوامل العدد 6 الموجبه، مفيش غير الواحد والسته والاثنين والثلاثه، مفيش حاجه تاني، يبقى دي كده مجموعه ايه؟ منتهيه. بعكس مثلا لما اقول لك مجموعه ارقام مجموعه الاعداد الاكبر من 5، السته والسبعه والثمانيه الى ما لا نهايه، يبقى دي كده مجموعه غير منتهيه. طيب هنا بيقول لي اكمل كتابه كل من المجموعات الاتيه بذكر العناصر ثم حدد منتهيه او غير منتهيه. هنا كاتب لي بالصفه المميزه، انا عايزك بس تركز على ايه؟ ده الاعداد دي بتنتمي لطه، وتركز على الحته دي. الاعداد دي مالها؟ بيقول لك الف مضاعف من مضاعفات العدد 10، يبقى انا عايز مضاعفات العدد 10 او 10 20 30 40 50 60 70 80 الى ما لا ايه نهايه، يبقى دي مجموعه ايه؟ غير منتهيه. غير منتهيه. طيب هنا بيقول لي س بتساوي أ حيث أ ينتمي لص، يعني الأعداد الصحيحة. كده بقى معايا أعداد برضو عادي مع أعداد سالبة. بيقول لك أ عامل من عوامل عدد 9. بص هو حتى كاتب لك إيه؟ ليه يا مستر؟ ما احنا قلنا الستة، قلنا 1 في 6 و2 في 3، ما قلناش أعداد سالبة، لأن هو قال لك أعداد موجبة. هنا قال لك بتنتمي لص، يبقى تكتب الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. طب إزاي يا مستر سالب 1 وسالب 9؟ ما هو يا حبيبي سالب 1 في سالب 9، سالب في سالب بموجب هيديك برضو إيه؟ هيديك 9. فبقى معايا إيه؟ بقى السالب 3، لأن سالب 3 في سالب 3 هيديني 9. وبقى معاه برضو الأعداد الموجبة، الواحد التلاتة والتسعة. في حاجة تاني؟ لا مفيش، يبقى دي مجموعة ايه؟ منتهية. طب هنا بيقول لك أ حيث أ ينتمي لط، كده الأعداد دي بتنتمي لط، ركز في الحتة دي. بيقول لك أ عدد يقبل القسم على الاتنين، عايزين الأعداد تبقى القسم على الاتنين. عندك الاتنين نفسها بتبقى على نفسها، الأربعة الستة التمانية العشرة ال12 الى ما لا نهايه، الى ما لا ايه؟ نهايه. كل الاعداد الزوجيه بتبقى على الاثنين دي، يبقى دي مجموعه ايه؟ غير منتهيه. هنا بيقول لي اكمل بوضع الرمز ينتمي او لا ينتمي. حرف العين هل بينتمي للمجموعه دي؟ موجود داخلها يبقى ينتمي. 23 هل بتنتمي للمجموعه دي؟ لا مفيش 23، دي 3 دي 2 دي 1، يبقى لا تنتمي. طب الأربعة هل بتنتمي للمجموعة؟ تعال نشوف المجموعة دي إيه؟ بيقول لك أ حيث أ ينتمي لط، ركز في اللي جاي. بيقول لك أ عامل أولي من عوامل العدد 20. هي الأربعة دي صحيح من عوامل ال20، ركز، الأربعة من عوامل ال20، 4 في 5، لكن الأربعة نفسها مش أولي. هو هنا عايز أولي، الأربعة مش أولي، يبقى لا ينتمي. العدد الأولي يا أولاد اللي هو ملاقيش حاجة بجدول الضرب باستثناء الواحد طبعا، تتضرب في بعضيها تديهوني، زي مثلا ال5. ما تقوليش 5 في 1، في حاجة تاني تضربها تديك 5؟ لا مفيش، يبقى ال5 دي أولي. كذلك الأمر مع ال7، مفيش برضه عددين تضربهم في بعض يديك 7، بس 7 أولي. 13 مفيش حاجة بجدول الضرب تضربها تديك 13، يبقى 13 برضه أولي، وهكذا. طب هنا ال5 هل بتنتمي للمجموعة دي؟ لا طبعا ما بتنتميش، دي المجموعة 554، يبقى هنا لا تنتمي، هنا برضه ليه؟ لا تنتمي. طب هنا ال9 بيقول لك أ حيث أ ينتمي لص. ما ص دي فيها الواحد الصفر والواحد الاثنين 3 الى ما لا نهايه، يعني التسعه برضو معاهم، والاعداد السالبه، يبقى التسعه موجوده تنتمي لص عادي. طب هنا حرف القاف مجموعه احرف كلمه حريق موجوده اهو، وجيت اكتب عناصر المجموعه دي يا اولاد هكتب حرف الحاء والراء والياء والقاف، يبقى ينتمي. طب هنا بيقول لي عبر عن كل مجموعه مما يلي بذكر العناصر ومثلها بمخطط فين. س حيث س حرف من احرف كلمه سمسم. سمسم، اكتب العناصر بتاع المجموعة، السين الميم، طبعا مش هينفع اكتب حاجة تاني عشان المجموعة ما فيهاش تكرار، المجموعة ما فيهاش ايه؟ تكرار. مخطط فين، حط الحروف دي بس، والميم دي المجموعة س. طب هنا بولين بتساوي مجموعة ارقام العدد، والعدد مش موجود، ده غلطة من اللي بيكتب الورقة. خلينا نكتب اي عدد يا سيدي. لو عايز اكتب عين مجموعة ارقام العدد ده يبقى هكتب العناصر دي 8 والاتنين والسبعة. طب هنا بيقول لي س بتساوي أ حيث أ ينتمي لط، كده الأعداد بتنتمي للأعداد الطبيعية، الأعداد الكلية يا أولاد. ركز بقى في الحتة دي، بيقول لك أ عامل من عوامل العدد، برضو مش مكتوب، خلينا نكتب ال12. فاحنا كده عايزين ايه؟ عوامل ال12.
اللي هي يا اولاد الاعداد تتضرب في بعضها تديني ايه 12. بس خلي بالك قال لك الاعداد الطبيعيه يبقى مش هينفع اقول اعداد سالبه. يبقى عندي الواحد في 12 طبعا قوس المجموعه، وعندك التلاتة ضرب 4 يديك 12، وعندك 6 ضرب 2 برضو يديك ايه 12. مخطط فين هحط العناصر دي جواه 1 12 3 4 6 2 ده اسم المجموعة. طيب هنا بيقول لك لا المجموعة لام بتساوي ألف حيث ألف ينتمي للصغير، كده الأعداد بتنتمي للأعداد الصحيحة. بيقول لك ألف عدد زوجي أكبر من العشرة وأصغر من ال15. عايزين أعداد زوجية أكبر من العشرة وأصغر من ال15 اللي هي إيه ال12 وال14. مفيش حاجة تاني. خطط فين أهو، أدي ال12 وأدي ال14 دي المجموعة لا. نكمل لسه مكملين. مجموعة قاف بيقول لي الباقي حيث الباقي تنتمي يعني الأعداد الطبيعية. بص بقى هنا بيقول لك إيه، كاتب لك هنا زي متباينين. بيقول لك الباقي أكبر من 23 وأقل من أو تساوي 29. إيه اللي أكبر من 23 يا أولاد؟ ال 24 ال 25 ال 26 ال 27 ال 28 ال 29 هاخدها لأن هو قال إيه أو تساويها، وأقفل قوس المجموعة. مخطط بيه إن بقى هترسم الدايرة وتحط العناصر دي داخلها. طب مين؟ بيقول لك مجموعة الأعداد الكلية الأكبر من 8 وأصغر من 9. دي مجموعة يا أولاد مجموعة خالية. مجموعة إيه؟ خالية. ليه؟ لأن مفيش أعداد كلية صحيحة ما بين ال9 وال8، مش عدد ما بينهم. لو قال لك أعداد نسبية ماشي، لما قال لك أعداد إيه؟ كلية يعني أعداد صحيحة مفيش ما بينهم أعداد صحيحة. بيقول لنا حدد أي من المجموعات الآتية تمثل مجموعة خالية وأيها لا تمثل مجموعة خالية. بيقول لك س مجموعة الأعداد الصحيحة المحصورة بين الواحد والخمسة وتكبر القسمة على الستة. تكبر القسمة على ايه؟ على الستة. في حاجة بين الواحد والخمسة تبقى الاسم على الستة، هما الاتنين أصلا ما يبقالوش الاسم على الستة، يبقى كده مفيش حاجة ما بينهم هتبقى الاسم ايه؟ على الستة. يبقى دي مجموعة ايه؟ مجموعة خالية. هنا بيقول لي عين بتساوي ألف حيث ألف ينتمي للطبيعي يعني الأعداد الطبيعية، وألف أقل من التلاتة. ايه الأعداد الطبيعية يا ولاد الأقل من التلاتة؟ الاتنين والواحد والصفر فقط. دي مجموعة خالية؟ لا ليست خالية. طيب عبر عن كل مجموعة مالي بذكر الصفة المميزة بالصورة الرمزية. طب هنا اكتبها ازاي؟ دي بص باين ان هي مضاعفات العدد ايه؟ مضاعفات العدد 3. فاقول له ايه؟ س تساوي اي رمز تحطه الف ب مش هتفرق. اقول له الف حيث الف ينتمي لطه، والف من مضاعفات العدد 3. دي الصفة كده ايه؟ مميزة بالصورة الرمزية. كده يا ولاد نكون خلصنا الدرس الأول بتاعنا، وأتمنى يا رب لو استفدتوا. وما تنساش اللايك والتعليق الجميل بتاعك، ده اللي بيشجعنا إن احنا نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله.